السلام عليكم بنات، اهلا وسهلا بكم. اليوم راح ندير معكم وصفة سهلة وبسيطة وسهلة التحضير، واللي هي كاتا الباذنجان. نحتاج هنا في المقادير عندي حبات نتاع الباذنجان، نخيروهم يكونوا حبات جايين بالطول، يعني اطوال. نخيروا حبات يجوا بالطول، ورايحة بعد ما غسلتهم اكيد ونشفتهم مسحتهم، راح نحي لهم هذيك الزياده اللي تجي من الفوق، ومن بعد رايحه نقطعهم الى شرائح من الاحسن بهذه الطريقه. نسيو كيفاش نقطعوهم الى شرائح يكونوا رقاق، ما يكونوش اغلاظ. وكل واحدة ديرها على حسب الأفراد العائلة نتاعها. هنا يعني ما كانش مقادير مضبوطة. نحو هذه الزيادة اللي تجي من الجوانب، نحوها ما نديروهاش. بعد ما كملت كامل الكمية اللي عندي، رايحة ندير عليهم الفلفل الأكحل والملح، ومن بعد نزيد نقلبهم على الجهة الأخرى، نزيد ندير لهم فلفل أكحل والملح. وديجا نكون حطيت المقلة، هاي رايحة تسخن، يعني فيها الزيت يسخن، ومن بعد رايحة نقليهم مباشرة. النار لازم تكون متوسطة، ما تكونش قوية بزاف وما تكونش قليلة. الا كانت قليلة رايحة هذاك الزيت يبرد ويشربوا كامل الحبات نتاع الباذنجان، والا كانت قاوية رايحين يتحرقوا. هنا كما تشوفوا ان رايحة نطيبهم بصح، نمدلهم لون ذهبي، يعني ما نخليهمش يطيبوا بزاف من بعد رايحين يجوا يابسين كشغل يجوا يتقرمشوا. احنا ماناش نحوسوهم يجوا كيما هكاك، يعني يمدونا هذا اللون ومن بعد نحيهم. كل واحدة ديرها على حساب الافراد العائلة نتاعها. ما تنساوش قبل ما تحطوهم ديروا لهم فلفل اكحل وديروا لهم الملح. نحطهم على ورق ماس باش هذاك الزيت الزائد رايح يتنحى، ونحاولوا نخلوهم مدة طويلة باش هذاك الزيت يعني يتنحى كامل. نكمل كامل واش عندي ومن بعد نروح الخطوة الثانية. هنا رايحة نوجد صلصة الطماطم اللي سبق وحضرتها معكم، بصح انا رايحة نزيد نضيف لها مكونات. ضفت لها مغرف صغيرة نتاع طماطم مصبرة، شوية نتاع الماء، ومغرف صغيرة نتاع الكمون. ومن بعد نحطها على النار. اكيد هذيك الطماطم مصبرة لازم نحطها على النار تتجمر شوية برك ومن بعد نحيها. انا صلصة الطماطم نحوس عليها تجيني شغلي سائلة شوية، طالقة روحها، ماشي شادة روحها، باش كنحط عليها الحبات نتاع الباذنجان كتعود يعني سائلة رايحة تتشربها. هذوك الحبات نتاع الباذنجان رايحين تتشربهم، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. الا درناها يعني حاكمه روح هذيك صلصه، يعني كل ما درنا والو، نزيدو ندخلوها للفور، رايحه زيد يعني تنشف.
رايحة نخلطها، نشوفها يعني بدات تغلي، ومن بعد نطفي عليها. يعني ما نطولش، ماكسيموم 5 دقائق ومن بعد نطفي عليها. هنا رايحة نوجد الفيونداشي اللي راح نديرو فيه هذا الباذنجان. انا شريته جاهز، وإلا حبيتوا نتوما تخدموه يعني وتكوروه وحدكم، يعني ما كان حتى مشكل. هنا درت له شويه نتاع فلفل اكحل وشويه نتاع الملح، ورايحه نقليهم. يعني نقليهم شويه برك، لان الخاطر من بعد رايحه نزيد ندخلهم للفور يزيدوا يطيبوا. هنا وجدت كامل واش نحتاج. وجدت هذاك الفيونداشي، كويرات الفيونداشي، وعود الاسنان تاني نحتاجهم. نحتاج صلصه طماطم، وعندي هنايا شرائح نتاع الباذنجان. واش راح ندير؟ راح نجيب شريحه نتاع الباذنجان، نزيد عليها واحده اخرى شغل نديروا علامه نتاع زائد، ومن بعد نحط عليها كويره نتاع الفيونداشي، نطبقها بهذه الطريقه، ومن بعد ندير لها عود الاسنان باش تتشد وتحكم روحها. ان شاء الله تكون الصوره واضحه، ونزيد معاكم حبه باش تفهموا. نديرو شريحتين متعاكسين، ومن بعد نطبق شريحه اللي جايه من التحت، ومن بعد من الفوق، ومن بعد نديرلهم عود الاسنان. هذاك عود الاسنان ندخلوها للفرن، من با تقعد 5 دقائق، ومن بعد نحوهم. رايحين نلقاو هذاك الحبه نتاع الباذنجان هذه شدت روحها، يعني كنحو العود الاسنان راح تكون شاده روحها، مش رايحه تستفتح. انا بعد ما كملت الكميه كامل اللي عندي، رايحه نجيب المول اللي رايحه نديرو، يعني اللي رايحه نطيب فيه. واش ندلو طبقه نتاع صلصه طماطم اللي حضرتها معاكم، نديرها كطبقه اولى. ومن بعد نجيب هذوك الحبات ونستفهم بهذه الطريقه. رايحه ندخلهم للفرن مده ربع ساعه برك، ومن بعد نخرجهم. أه بعد ما تفوت 5 دقائق واش نديرو؟ نحو هذوك العود نتاع الاسنان، ومن بعد نسكرفجو فوقهم الجبن على الوجه نتاعهم. هنا بعد ما وجد الطبق هذا، يعني الكغاطا هذه، ان شاء الله تكون الطريقه عجبتكم والوصفه ثاني عجبتكم ونالت رضاكم. درت لها الجبن المبشور وذاب، يعني نفتح لها من التحت، ومن بعد كي نحط لها الجبن رايحه نفتح لها الفوقاني باش هذاك الجبن يذوب. رايحه نحي لكم يعني حبه ومعاها لاصوص نتاعها، وتشوفوها كيفاش تجي. تجي بزاف بزاف بنينه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. رايحه نقسم لكم كيفاش تجي من الداخل وتشوفوها. الى عجبتكم الوصفه نتاع اليوم، ما تنساوش تخلوا لي جيم وتخلوا لي تعليق يكون مليح. وإلا كنتوا اول مره تزوروا القناه اشتركوا فيها، فعلوا الجرس هكا ملي نحط اي فيديو راح يوصلكم اول باول. ما بقالي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. سلام.